السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة الدور. مرحبا بكم في القناة ديالنا وديالكم. قبل ما نبداو هذا الفيديو اللي صراحة كيستحق المشاهدة، كله تشويق كله استفادة، فاللي ما مشتركش معنا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يتوصلوا كل جديد، وما تنساوش كذلك تخليو لنا الآراء ديالكم في أسفل التعليقات. فالاخوان ديالنا ما نطولش عليكم وما نحرق لكمش المراحل، نخليكم مع شنو قال الاعلام الجزائري بخصوص مباراة ديال نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان وفريق سيمبا. فالاعلام الجزائري علق على هذا النهائي هذا. ما غاديش نحرق لكم المراحل، نخليكم تكتشفوا الفيديو من الاول للاخير، ونتلاقاو في النهاية ديال الفيديو ان شاء الله. الاعتراف هذا فريق بركان فريق قوي جدا. قوي جدا. فاز بالبطوله افون قبل نهايه البطوله في المغرب، المقابله اللي ربحوا فيها، وشفت مقابلات واحده اخرى. يعني فريق متميز. سي لان دي فافوري تاع لا كوب دو لا كاف هذه. النهضه انا احسن فريق. اوكي عنده خبره، عنده، لكن ما عندوش احسن فريق الان في البطوله. راهو احسن فريق، هو فريق قوي محمد. لازم نعرفوا بلي نهضه بركان كانوا قويين من كل نواحي. فريق اللي كان منظم كثير، لازم نعرفوا بالقوه تاع تندبوا المدرب التونسي معين الشعباني اللي فاز فيناني ولا سافيناني يعني مد للفريق يون اسيس دو جو اي تو سا، ولا فريق فينال كوب دافريك سي نورمال تكون بهذا المستوى، يبقاو لي مير. ما تخفالكش بلي هاد نهضه بركان عندهم تجربه كبيره في هذا نعم. يعرفوا يسيروا المقابله. تحس بلي نهضه بركان عندهم تجربه كبيره في هذه المرحله، وين عرفوا يسيروا المقابله، طلعوا الريتم وقت ما حبوا، هبطوا الريتم وقت ما حبوا. اصطدم بفريق قوي عنده مستوى لا باس به، فاز مرتين بهذه البطوله، نشط نهائيا دو فينال وين خسرهم. لا نبقى كيما نقولوا دون لا لوجيك بالمستوى اللي عنده نهضه بركان، زائد معين اللي عنده خبره، عنده تجربه، فاز بكأسين مع الترجي التونسي ثالث مره. لا فاز برابطه مرتين، رابطه الابطال مع الترجي التونسي. عنده مستوى ما شاء الله معين. كأس الكونفدرالية مازال بعيد كثير على الأندية الجزائرية. الأندية الجزائرية مازالها بعيدة بعض الشيء عن مضاهاة أندية النخبة في إفريقيا في المسابقات القارية. معين الشعباني لنقول الحقيقة، فريق نهضة بركان الذي مثل ما ذكر ناصر متمرس ويشارك بانتظام في السنوات الأخيرة ويصل إلى الأدوار المتقدمة. قلت لك بأن نهضة بركان في منحى تصاعدي. قمت في البطولة قبل المنافسة الإفريقية. نهضة بركان في نهاية المطاف احترم المنطق في كرة القدم. نهضة بركان لم يسرق لا الفوز ولا النتيجة يا عماد. يعني في نهاية المطاف الممثل المغربي، وهو أحسن فريق الذي ربما تغلب على الرجاء والوداد في البطولة المحلية أمام فريق قبل عدة جولات عن النهاية. قبل النهاية. علينا أن نحترم المنطق الرياضي عندما يكون فيه يعني روح رياضية ومنطق رياضي جد محترم. نقعد في كلام فريد اللي هو منطقي في كرة القدم، فيه اشياء ربما اللي يدلك حدود. يعني المستوى اللي ظهر به نهضة بركان، اللي كانوا في المستوى، اداوا لقاء مميز، لقاء اللي سيروا به اللقاء نهضة بركان، لكن نعرفوا كيفاش يمتصوا، مشاو على دي ترانزيسيون، تحولات، سيروا اللقاء. لماذا لا نريد ان تتطور كرتنا؟ علاش علاش حابين انه كرتنا تتطور رغم انها راهي تلهث في اموال طائله جدا، والمستوى من سنه الى سنه المستوى يتراجع، ورانا رايحين نحكيو في هكا، والعنف يتصاعد، تراجع مستوى رهيب. احنا مستوى بطوله يا بن عمي، ما عندك جوار ما نروحوش، ما نشاركش حتى يعودوا عندك الفرق القويه. احنا شفنا المستويات، احنا رانا نشوفوا في المستويات، نشوفوا المستويات، فارق بكل صراحه، فارق كبير 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 جدا. نهضة بركان، فوز نهضة بركان مع الشعار، مع الخارطه، بدون خارطه، نهضة بركان حقق نتيجه ايجابيه، واعتقد باقي محطه اخيره ويضمن المباراه النهائيه في الاتحاد الافريقي. مميز نهضة بركان. نهضة بركان طال عمرك يغرد خارج السرب، وراح يتسيد الساحة في كرة القدم في المغرب ال5 سنوات القادمة. نهضة بركان، وبتذكر كلامي إذا الله جعلنا من الحيين، راح يتسيد المشهد
للمنافسة على كل البطولات. أنا ما أقول لك راح يكون بطل، أقول لك راح يتسيد وراح يكون منافس شرس، وهو المرشح رقم 1 نهضة بركان. مشروع نهضة بركان مختلف تماما عن باقي الأندية. نهضة بركان في وادي والأندية الثانية في وادي آخر. المدرب التونسي نهضة بركان استقرار فني وإداري موجود مع نهضة بركان من سنوات طويلة، هذا يدل على قيمة المدرب وكذلك العمل الفني للمدرب. هذا استقرار مثل ما يقولون اخواني، استقرار مطلب اساسي اساسا. واليوم المدرب قيمته اصلا في الاستمراريه بالعمل اللي انت تقوم به. فاعتقد اليوم توفقوا من ناحيه التوقيع مع المدرب واستمراره بالعمل الايجابي. النهائي ديال نهضة بركان، وكلنا نهضة بركان تفوت ان شاء الله، تمشي لطنزانيا، تمشي مرتاحه وتجيب اللقب وتجي. وهذا كله راهم يهضروا طنزانيا قويه ما كان لا قويه لا والو. قويه هي نهضة بركان. نهضة بركان هذا العام قويه في كاع لا في الدفاعيين، لا حارس لا لاطاك لا في وسط الميدان. وسط الميدان عندها اللي فتاك، وان شاء الله باذن الله نتمناو لها التوفيق ونتمناو لها تكون مركزه باش من تمشي لطنزانيا تمشي مريح. المدرب ديال طنزانيا حتى هو شاد بنهضة بركان والقوه ديال نهضة بركان، ولكن المدرب هو كان سابق له مساعد مدرب ديال الرجاء البيضاوي، وسابق خدم في البطوله المغربيه. مي نتمناو ان شاء الله نهضة بركان يمشي مرتاح لطنزانيا، ونتمناو لهم التوفيق، ونتمناو حتى الجمهور ديال نهضة بركان سواء اللي في اوروبا سواء اللي يمشيو ويساعدوا الفريق في المقابله ديال طنزانيا. بنادم راه يمشي نورمالمون، هذا الفريق هذا يساعده، يوقف معاه يشجع عادي. خصك تمشي واخا تمشي غير واحد 100 ولا 200، دير شويه ضجيج، دير شويه حس بان انا رانا كما يقولوا رانا هنا. وكلنا نهضة بركان الاعلام بغى يركب على القضيه ديال الملعب. دروك غادي ندخل على القضيه ديال الملعب راه لاكافي اللي تحدد يبارطاجيو هذاك الشيء ويقول لك القجاع راه داروا منا وبدل، واخا هكذاك صحافه زيكو بارطاجاو، ولكن الجمهور الجزائري اللي في لي باج ديال صحافه زيكو واش تكتب لهم؟ يعني القجاع ما قال لهم شيكور عليكم، راه يخدم بلادو. مشاهدي قناه ستاد دور، كنكونوا وصلنا النهايه ديال الفيديو. فلا عجبكم الفيديو خليو معكم واحد لايك، فعلوا زر الجرس وزر الاشتراك باش توصلوا دائما من كل جديد، وكذلك ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم في اسفل التعليقات. فكما شفتوا معنا الاعلام الجزائري، يعني الكلمه اللي غادي تعبر عليها هذا الشعور ديال الاعلام الجزائري في هذه اللحظه هذه، وهو يعني انه منهار بخصوص التفرقه الجزائريه وصلت للنهائي ديال الكونفدراليه، عكس يعني المغرب فريق نهضة بركان وصل النهائي امام سيمبا. فنهضة بركان في الاونه الاخيره دارت واحد النهضه يعني كرويه، شفنا لا في البطوله لا في كاس العرش لا يعني في البطولات القاريه دائما كتلقى فريق نهضة بركان حاضر وبقوه وبالعزيمه يعني وبالشخصيه اللي عودنا عليها فريق نهضة بركان في هذه المباريات الاخيره. فكل التوفيق يعني المنتخبات عفوا الفرق المغربيه يعني في هذه الدوريات القاريه. كل التوفيق لفريق نهضة بركان في المسيره الكرويه ديالو، سواء يعني في البطوله او في الكونفدراليه او في كاس العرش. فكل التوفيق لفريق نهضة بركان. الاصدقاء ديالي هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، كنتمنى انه يكون خفيف ظريف عليكم ويكون نال الاعجاب ديالكم. فلا عجبكم الفيديو خليو واحد لايك وكومونتير اسفل التعليقات، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.